أهلا بيكم في الحلقة التانية من سلسلة التربية الجنسية. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا يعني إيه تربية جنسية وليه إيه هي مهمة. النهاردة بقى عندنا سؤال مهم جدا، وهو إمتى أبدأ أتكلم مع طفلي عن التربية الجنسية. خليني أقولك من الأول إن التربية الجنسية دي مش مرتبطة بسن معين. يعني إيه الكلام ده؟ هو يعني التربية الجنسية مش كلام واحد بيتقال في سن معين، لكن ده كلام بيتغير مع كل مرحلة عمرية من نمو الطفل. يعني الكلام اللي أقدر أقوله للطفل عن التربية الجنسية في سن سنتين مش هو نفس الكلام اللي هقوله للطفل وهو عنده 10 سنين. تعالي نتجاوب على سؤالنا اللي طرحناه في البداية. ينفع أبدأ أتكلم مع طفلي عن التربية الجنسية من سن سنتين أو 3؟ يعني إيه؟ في السن ده الطفل بيبدأ يسألني عن حاجات كتير، فببدأ أعرفه أسماء جسمه، وببدأ أقوله إن في حاجات خاصة بيه هو، وما ينفعش حد يلمسها أو يشوفها غير ماما أو بابا. نعلمه كمان لما يجي يغير هدومه لازم أن يكون في مكان لوحده وتكون الماما معاه. تمام. عاوزة أقول لكم إن التربية الجنسية مش حاجة تخوف، بالعكس دي وسيلة بنحمي منها أولادنا، وبنحمي بيها أولادنا عفوا، ونخليهم يحكوا لنا كل حاجة من غير خوف. في الحلقة الجاية هنتكلم عن إزاي نرد على أسئلة ولادنا المحرجة من غير أي خوف. كمان هنتكلم في تفاصيل تانية كتير. لو الفيديو عجبك اعملي لايك واشتركي في القناة، وقولي لنا عاوزانا نتكلم في ايه الحلقات